السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. قبل ما نبدأ الفيديو عايزة اصبح على كل حبايبي وكل متابعينا، اقول لهم صباح الخير والورد والسعادة على اعينكم. ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم حبايبي ويوصل لكم مني كل جديد. النهارده كده الفيديو بتاعنا، اللي سمع الفيديو اللي فات زي ما اتكلمنا كده على نوع البط اللي تربيه لرمضان، بيجيب معاكي اعلى اوزان وباقل تكلفه. قلنا زي ما احنا اتكلمنا مع بعض وصورنا كده في الفيديو بتاع امبارح اللي سمعوا. البط هنا برضو بقول عليه البط ده يا جماعة ملوش حل في الأوزان وفي التربية، وهو ده أعلى بط هيلحق معاكي رمضان، وهتلحقي تجيبيه إن شاء الله بأمر الله عشان يلحق معاكي موسم رمضان بأمر الله رب العالمين. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن نوع البط وعن تربيته وعن أكله وعن هو بيشيل معاكي أوزانه بأقل تكلفة، مش هيبوظ لك ميزانيتك، وعن إن أنت لو عايزة تعملي منه مشروع تفتحي باب رزق ليكي برضو كويس جدا. عايزه تربي للبيت بس على قدك برضو كويس جدا. بأقل تكلفه، مش هتكلفي نفسك فيه، لا هيسحب علف ولا تحضين ولا ادويه ولا الكلام ده كله، لا دي اقل تكلفه تعمليها. بياكل علف بسيط جدا، بيديكي اوزان عاليه جدا في اقل وقت تذبحي منه. يعني بسم الله ما شاء الله عليه، زي ما اتكلمنا مع بعض كده وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات واحنا بنصور معاكم عن البط وبنتكلم عن البط. صورت معاكم عن الكتاكيت دي وعن الكتكوتين اللي انا ماسكاهم دول. في ناس هتقول لي دول نوعهم ايه او دول ايه، في ناس تعرفهم وناس ما تعرفهمش. انا قلت لكم في الفيديو اللي فات هعرفكم وهقول لكم دول نوعهم ايه والكتاكيت دي ايه، والفرختين الكبار اللي في ايديا دول نوعهم ايه. كلنا عارفين الرومي بلدي ورومي ابيض. ده رومي ابيض يا جماعه، الرومي البلدي اللي هو الاسود كلنا عارفينه، وكلنا ايه عارفين شكله وهو صغير وهو كبير. ده بقى الرومي الابيض. الرومي الابيض ده رومي شركات. الرومي الابيض ده هو اي نعم الكتكوت غالي فيه بس ثمنه فيه بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك وربنا يطرح فيهم البركه. انا جبت 2 بس عشان الفلوس، عشان هم سعرهم عالي، بس ان شاء الله رب العالمين احاول اجيب 2 أو 3 عشان يبقوا 5 يعني معايا كده. الرومي الابيض ده بصوا تربيته تحفه تحفه تحفه. تربيته مش مكلفه جدا ما بياكلش علف خالص، سحبه بسيط جدا في الاكل. تكلفته هو تكلفته في ثمن الكتكوت، بس بتاخدي منه انتاج بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الاثنين دول جميزه يا جماعه، بوريكم دي كتاكيت مشعره هكلمكم عنها. الكتكوتين دول كتاكيت جميزه جايه في قلب المشعر، بسم الله ما شاء الله عليهم، بيبقوا لحم وبيض يعني. هكلمكم عليهم، هكلمكم بس عن الرومي الابيض دوت. انا جايباه واخداه من هبه، الواحده كانت عامله 280 جنيه بس. الرومي دوت هو طبعا حسب سعر يومه، حسب ده سعر بورصه، يعني انا ممكن اجيبه بسعر ويجي يعلى او ينزل على حسب السعر بتاع يومه عشان ده سعر بورصه. بس بسم الله ما شاء الله ثمنه فيه. الرومي ده على 3 شهور يا جماعه، ربيته قبل كده كذا مره، على 3 شهور بيعدي معاك ال 25 كيلو بسم الله ما شاء الله الله اكبر. تشيلي الروميه كده في حدود 25 كيلو 27 كيلو ما تقدريش تشيليها. ولو جيتي بصيتي للسحب اللي بيسحبه في الاكل مش بيسحبش حاجه تقريبا كده يعني. هقول لك بالنسبه للبط والحاجات اللي بتربيها التانية، ده ما بيسحبش اي اكل ولا اي حاجه، قليل جدا في اكله ونضيف في تربيته، بس عايز المحافظه تحافظي عليه من البرد، وما فيش اي حد يخش عليه غير اللي بياكله او اللي بيشربه. بس هو بسم الله ما شاء الله عليه في شيل الاوزان حاجه كده يعني. عايزه اقول لكم كده حاجه يعني مهوله بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيهم يا رب ويطرح لي فيهم البركه. اللي انا ربيتهم قبل كده كذا مره هنا في الشغل تبع شغلي، يعني كان بيعدي معايا ال 25 كيلو في عمر 3 شهور. يعني بصوا بقى تخيلوا في 3 شهور تاخدي منه 25 كيلو، يعني حاجه وهم كده بصراحه بامانه يعني. فانا جبتهم هنربيهم مع بعض ان شاء الله، وهنتابع تربيتهم للي عايز يربي وعايز يجرب منهم يتابع معايا في الفيديوهات. هنتابع مع بعض لحد لما اوريكم الديك بيبقى وزنه قد ايه وشايل معاكي قد ايه، سواء البربره او الديك. يعني بسم الله ما شاء الله هم تقريبا اللي عندي دول طلعوا بربره وديك وجم كده يعني ايه بالصدفه يعني.
فربنا يطرح فيهم البركه يا رب العالمين ان شاء الله. هنتابع مع بعض، تابعوا معايا في الفيديوهات وهتشوفوا اول باول. اللي عاوز يربي منهم وعاوز يجيب يتابع معايا، وهنشوف تربيتهم مع بعض هتبقى عامله ازاي، واوزان ايه اللي هيشيلوها، وسحب العلف اللي هيسحبوه ايه، وهقول لكم ميزانيتهم كلها هتبقى ايه ان شاء الله رب العالمين. وطبعا مع البط برضو هتابع معاكم تربيه البط ديت، وهوريكم الاوزان بتاعه البط هتطلع في قد ايه وعمره قد ايه، وسحب العلف اللي هيسحبه، وهقول لكم اول باول مع بعض. اللي عاوز عشان اللي عايز يربي ومش عايز يجازف او خايف من تربيه حاجه او متردد، لا يتابع معايا وان شاء الله رب العالمين هنتابع مع بعض كل حاجه ان شاء الله. الكتاكيت بقى الصغيره اللي انتوا شفتوها اللي زي العسل اللي منوره دي، اللي ان شاء الله ربنا يطرح فيها البركه يا رب العالمين. الكتاكيت دي بقى يا جماعه كتاكيت مشعره بلدي مشعر، بسم الله ما شاء الله عليهم والله اكبر. ربنا يطرح فيهم البركه ويزيد ويبارك يا رب. الكتاكيت دي خدي منها اعلى انتاج بيض، خدي منها كده وانت مغمضه اعلى انتاج بيض. بصوا انا حبيت امسك البط اوريكم حجم البط هنا. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا يعني عمر 15 يوم عمر 25 يوم يا جماعه. بصوا البطيه عامله ازاي، عامله بسم الله ما شاء الله زي الوحش، يعني عمر 25 يوم كده. بصوا الله اكبر عليها. ربنا يا رب يبارك فيها ويطرح فيهم البركه ان شاء الله يا رب العالمين. ربنا يبارك يا رب كده في عمرهم كده ويزيدهم ان شاء الله. حبيت امسكهم معاكم على الكاميرا كده واوريهم لكم وانا عند الطيور كده، باخد جوله بقى هنا عند الطير الكبير والصغير وكله، وهبه معايا طبعا بتصورني ومسكت لكم البط كده اوريكم حجمه برده في الكاميرا عشان يبان معاكم. تعالوا بقى اقول لكم على الفراخ المشعره. البلد المشعر دوت بيبيض، انا جايباه عمر يوم، انا جايبه الكتكوت عمر يوم، هو دلوقتي عندي عمر 15 او 16 يوم بسم الله ما شاء الله. الكتكوت لو هتجيبيه عمر يوم على 4 شهور 5 شهور ان شاء الله تاخدي منه بيض. انت بقى لو عايزه اعمار، احنا عندنا في المحل بنبيع اعمار في عمر 20 يوم وفي عمر شهرين على حسب ما انت عايزه. لو انت مش عايزه تحضني او مش عندك مكان تحضني وتدفي وعارفه نفسك مش هينفع معاكي موضوع التحضير والتدفيه، خلاص خدي العمر الكبير، هاتي العمر اللي هو عمر 15 يوم او عمر شهرين. عمر شهرين ده هتجيبيه هيقعد عندك شهرين كمان بالظبط وهيبيض، يعني عمر شهرين ده هتجيبيه عمر شهرين وهيضيف عليهم كمان شهرين هيبيض معاك ان شاء الله. لو انت هتاخديه عمر يوم بيقعد مثلا 4 شهور 5 شهور وبتبشر بالبيضه عندك، بس خدي منها اعلى انتاج واعلى بيض واعلى فراخ في الاكل بلدي تاكليها بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني اللهم زد وبارك. بصراحه انا بحب البلد المشعر جدا جدا جدا، سواء كانتاج بيض او تجاره هتعملي منه مشروع وتبيعي منه، اسفه هتعملي مشروع وهتبيعي وهتسترزقي وهتفتحي باب رزق ليكي. شوفي طبق البيض النهارده بكام، خاصه البيض البلدي. بس البيض الفراخ المشعره دي ما بتقطعش يا جماعه، عن تجربه بصراحه بتديكي انتاج على طول ورا بعض وانتاجها 10 على 10. انا بحبها زيها زي البياض واللهمن برضو ما يتغيرش عنهم في اي حاجه. دي بقى البطه بتاعتنا دخلنا لها علشان نشوفها، هي كده نايمه بقى لها شهر. طبعا هي طلعت شويه بط صغير انا شلتهم في كرتونه ونضفت تحتها القشر اهو زي ما انتم شايفين، وباقي البيض ده لسه عشان انا حاطه تحتها بيض رومي. علمت البيض الرومي بتاعي وحطيته، وكنت جايبه من هبه كام بيضه حطيتهم، ولسه تحتها كام بيضه بط ما اعرفش بقى هيبقوا حلوين ولا لا. هنسيبها تكمل على البيض وهصور لكم فيديو عليها مع البط الصغير ومع البيض اللي هي نايمه عليه لحد لما تخلص خالص، وهنصور مع بعض ان شاء الله واعرفكم ايه طلعت كام واحده وايه اللي لسه تحتها. هنكمل عليه نوم لحد لما تقوم، يعني عشان البيض الرومي انا حاطاه متاخر تحتيها، فهنسيبها تكمل عليه ان شاء الله رب العالمين. وهوريكم البط الصغير بعد كده، وهعمل لكم فيديو عشان ما اطولش عليكم في الفيديو دوت، هعمل لكم فيديو فيه اوريكم كل حاجه. دي الفراخ المشعره بتاعتنا عمر يوم، دلوقتي عمر 15 يوم. عايزه تجيب عمر اعلى مفيش مشاكل، عايزه تجيبها عمر يوم لو عندك مكان تحضني وتدفي وتعملي برده مفيش اي مشاكل خالص. ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم ونال عجبكم، والسلام عليكم.